بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. النهاردة هنعمل ميزانية 1000 جنيه في الأسبوع. واحدة صاحبتي رنت عليا وقالت لي اعملي لي ميزانية أكل وشرب في الأسبوع كامل يكفي العيلة ب1000 جنيه. فانتوا عارفين ان احنا في آخر الشهر والأسبوع 1000 جنيه لا هو كتير ولا هو قليل. في ناس ماشيين نفسهم بأقل من كده، وفي ناس طبعا ربنا يوسع على الكل ماشيين بأكتر من كده. فاحنا هنعمل الميزانية النهاردة في المتوسط، هنعمل ميزانية 1000 جنيه يكفي الأسبوع أكل وشرب وما نحتاجش حاجة على آخر الأسبوع. هنحاول نظبطها مع بعض. اللي عنده أفكار يقولها لنا واحنا هنحاول نعملها واحدة واحدة كده مع بعض. أولا الفراخ رخيصة اليومين دول، يعني الفراخ عندنا مثلا الكيلو ب65، يعني لو جبنا فرخة 2 كيلو هتعمل معانا 130 جنيه. يبقى دي أول 130 جنيه من 1000 جنيه، يبقى دي 130 جنيه. 130 جنيه هنجيب بيهم فرخة. الفرخة طبعا ممكن تعمليها زي ما انت عايزة، ممكن تتبليها وتقطعيها، تعملي منها شيش، تعملي منها بانيه، تعملي منها اللي انت عايزاه. هتقسميها برضو، هتعملي اللي انت عايزاه. هتجيبي كمان كيلو كبد وقوانص نصين مثلا. الكبد والقوانص عامله دلوقتي الكيلو 80 جنيه. 80 جنيه كيلو كبد وقوانص. برضو ممكن تعمليهم مره او على مرتين زي ما انت عايزه. ممكن الكبد والقوانص برضو بتتعمل اكلات كتير وبتدخل في اكلات كتير، فممكن تنفع معانا تمشي يوم وتمشي يومين كمان. هنجيب كمان في اللحوم، هنجيب حوالي كيلو مثلا بلطي. كيلو البلطي مثلا دلوقتي رخيص على فكرة. البلطي دلوقتي فيه ب60 وفيه ب65 و70 و75، فاحنا هنعمل على اغلى حاجة اللي هو 75 كيلو سمك. هنجيب كمان من ضمن اللحوم، ميزانية اللحوم، هنجيب نص مفروم. هنجيب النص مفروم ده مثلا احنا بنجيبه لحمة، احنا عندنا اللحمة البلدي ب320، يعني البلدي مش المجمدة. يعني هنجيب النص كيلو 320، يعني النص كيلو ب160 جنيه. ممكن كمان نزود في اللحوم او البروتينات اللي احنا بندخلها معانا في الاسبوع اكتر من كده. يعني ممكن تحطي حاجة كمان. احنا دلوقتي عملنا 4 ايام، وممكن كمان حاجة تتعمل على مرتين، يعني ممكن 5 ايام في الاسبوع هتاكلي فيهم بروتين. مرة سمك، لحمة مفرومة، كبد وقوانص، فراخ. ممكن تقسميهم زي ما انت عايزة، وممكن كمان يكفوا معاكي الحاجة تكفي معاكي يومين. هنبدأ بقى نجيب الحاجات التانية اللي هي الخضار. دلوقتي الطماطم ب10 جنيه، يعني هنجيب في الأسبوع يكفينا مثلا 4 كيلو طماطم، يبقى ب40 جنيه. هنعملهم كلهم ورا بعض عشان نبقى عارفين بالظبط احنا صرفنا كام من ال1000 جنيه وباقي معانا كام. يبقى 40 جنيه طماطم، 4 كيلو طماطم ان شاء الله يكفونا في الأسبوع. هنجيب كمان 3 كيلو بطاطس. البطاطس دلوقتي في ب8 وفي ب10، يعني قولي 10، يبقى دي 30 جنيه. 30 جنيه بطاطس. هنجيب كمان مثلا ب10 جنيه فلفل. هنجيب كمان كيلو بتنجان ب10 جنيه. هنجيب كمان مثلا ليمون 15. يبقى احنا كده جبنا اساسيات الخضار. يعني لو اي حاجه برضو زايده، اي حاجه ناقصه، ممكن انت تظبطيها بينك وبين نفسك كده اللي انت محتاجاه. في حاجه عندك من الاسبوع اللي فات حاجه ما انتيش محتاجاها كده، فهتشيلي وهتحطي مكانها. هنجيب بقى الحاجات التانية اللي هي بتنفع برضو لازم منها في الاسبوع، قصدي اساسيات يعني. زي مثلا الرز، هنجيب مثلا 3 كيلو رز ب60 جنيه. هنجيب 2 كيلو مكرونة. المكرونة دلوقتي قولي 25 مثلا، يبقى دي 50 جنيه. هنجيب مثلا كيلو شعرية ب25 كمان، يبقى دي هنجيب 25 مكرونة. هنجيب كمان مثلا ربع عدس بجبة، حاجات من دي. يعني بتهيألي ربع العدس دلوقتي يعني هنعمله 15، يبقى لي ربع عدس بجبة وربع عدس اصفر، يبقى دي 30 جنيه. برضو العدس ادي اكله، البطاطس اللي انت عملتيها دي اكله، العدس بجبة دي اكله كشري.
انت عندك الرز والمكرونه، يبقى دي كده انت عملت الاسبوع كله اكل غدا مية مية، وغدا يشبع، وغدا فيه بروتين، وغدا ينفع اطفال وكبار. يعني ما قصرناش خالص في الاكل بتاع الاسبوع، او البروتينات اللي احنا بناخدها في الاسبوع. احنا كده نحسب احنا وصلنا لكام. 130 و80، 130 و80 ادي 210، 210 و75 يبقى 285، 285 و160 يبقى دي 300، 300 وكام، 340، 340 يبقى دي 380، 380 و30 يبقى دي 410 و20 و30 و45 يبقى دي 510، 560، 560 يبقى دي 585، 585 و30 يعني قولي 615. قولي احنا كده جبنا كل الحاجات دي ب 615. ممكن نكون غلطنا في الحساب مثلا، نزود كمان 15 يبقى دي 630 جنيه من ال1000 جنيه. يبقى انت فاضل معاكي 300 وكام، 385 جنيه. ال 385 جنيه دول ممكن تجيبي بيهم بقى ايه، تجيبي منهم بقى ايه. احنا جبنا حاجات الغدا، البروتينات، الحاجات اللي هناكلها في الاسبوع. لسه بقى هتجيبي بيض، هتجيبي جبن، هتجيبي فول مثلا، نجيب نص كيلو فول نعمله للفطار او العشاء. هنجيب حاجات تنفع تمشي معانا فطار وتمشي معانا عشاء، يعني ايه ممكن تمشي الاتنين بالفلوس الباقيه. لسه كمان الفاكهه دلوقتي، البرتقال رخيص، السفندي رخيص. ممكن تعملي حسابك تجيبي 2 كيلو و2 كيلو يمشي معاك الاسبوع. ممكن 2 كيلو موز، يعني انت ممكن تجيبي فاكهه وتجيبي الخضار وتجيبي اللحوم وتجيبي كل اللي انت عايزاه في الاسبوع، وتفيد كمان معاكي من 1000 جنيه في الاسبوع. نسيت اقول لكم ان اول حاجه احنا بنعملها اول ما نمسك الفلوس في ايدينا كده، نطلع حاجه منهم كده الصدقه بتاعتنا. دي السر اللي بيخلي الفلوس تكفي معانا وتفيد. لازم اول ما تمسكي الفلوس في ايدك كده، دي حاجه اساسيه كده. عشان كده انا نسيت اقولها ان دي حاجه معروفه، ان احنا اول ما نمسك الفلوس اول حاجه نعملها نطلع الصدقه اللي هنطلعها لله، والباقي نبدا بقى نقسمه على المصاريف اللي احنا عملناها. فاكرين لما قلت لكم ان احنا لسه قدامنا فاصل لرمضان، نعمل خزين رمضان للناس اللي ما عملوش؟ ان احنا زي ما احنا بنعمل كده في الاسبوع، فاضل معانا فلوس، فاضل معانا 200 جنيه مثلا، بنروح شايلينهم على جنب. دي الحاجات بتاعت رمضان. هجيب بهم ايه؟ هجيب بهم سكر، مكرونه، زيت، اي حاجه تتشرب رمضان. هجيب بيهم فرخه، هجيبهم فرخه والفراخ رخيصه واقطعها واشيلها رمضان. هجيب اي حاجه تنفع كل اسبوع كده من المصروف بتاعي، حتى لو كان بسيط، حتى لو كان مش قد كده، يعني نمشي نفسنا وهيفضل معانا كمان نعمل خزين رمضان ونحوش حاجات حلوه جدا لرمضان. الفكره ان انا عايزه اقولك ان مهما كان مصروفك ممكن تمشي نفسك بيه لو انت منظمه، معاكي ورقه وقلم كده وبتكتبي احتياجاتك وتكتبي انت محتاجه ايه وعايزه تعملي ايه وايه المطلوب منك انك تجيبيه. هتلاقي نفسك المصروف ان شاء الله ان شاء الله في بركه وبيكفي. ادعي بس كده ربنا يخلي البركه موجوده معاكي في الفلوس وفي الاكل وفي الشرب وفي الاولاد وفي البيت، ان شاء الله يكفي ويفيد. دايما معاكي الورقه والقلم كده، وواحده واحده كده احسبي طلباتك، واحسبي اللي انت عايزاه، واحسبي المفروض يتجاب، واحسبي مصاريف الكاب بالظبط. ان شاء الله ان شاء الله يكفوا، حتى لو معاكي اقل من كده كتير. يعني انا عامله لكم كم اكله بروتين في الاسبوع. في ناس كتير يقول لك لا احنا من البروتين عندنا يومين 2 بس في الاسبوع، يبقى انت وفرتي. الاسبوع ده مش جايبه سمك، يبقى انت وفرتي. الاسبوع ده مثلا هقضي كم اكله، مثلا هعمل مسقعه في مره، وصينيه بطاطس في مره، وعدس في مره من ضمن الاسبوع. هتلاقي نفسك الاسبوع عدى معاكي ولسه معاكي برضو ان شاء الله ان شاء الله وفر في الفلوس. اكيد في حاجات كتير عدت عليا، في حاجات كتير ما خدتش بالي منها. انتوا ظبطوا الميزانيه كده على حسب الاحتياجات اللي موجوده في البيت. يعني انا بقول فكره، انت بقى خدي منها اللي يفيدك وينفعك في بيتك. يعني اللي ينفعني غير اللي ينفعك غير اللي ينفع حد تاني. ما تخليش حد هو اللي يمشيلك بيتك. خلي انت كده دماغك دايما شغاله كده وفكري كده، وان شاء الله هتطلعي احلى افكار وفلوسك تقضي وتكفي وما تحتاجيش لاي حد.
وان شاء الله ربنا يبارك في الفلوس وفي المال وفي الولد وفي البيت وفي كل حاجه وفي رزقنا ان شاء الله، ويكفي ويفيد باذن الله. يا رب اكون فدتكم بحاجه بسيطه، وما تنسوش خلاص رمضان على الابواب. الهمه كده والعزيمه كده ان احنا نزرع من دلوقتي، نزرع عباداتنا، نزرع الحاجات الحلوه اللي المفروض نعملها دلوقتي عشان نلاقي حاجه نحصدها في رمضان، عشان على ما نيجي رمضان نبقى خلاص الحاجات دي خدنا عليها وبنعملها بسهوله. ان شاء الله ما يضيعش منا رمضان، ويعدي علينا ان شاء الله بالخير والبركه والستر. اللهم امين. كل سنه وانتم طيبين.